ناس كتير صورت في القلعه في اسكندريه، بس ما حدش هيديك التفاصيل دي. استنونا واستنوا التفاصيل عن قلعه قايتباي في اسكندريه. قلعه قايتباي من اهم معالم اسكندريه والبحر المتوسط كله، ومن اجمل المعالم السياحيه في مصر، وتاريخها ومكانها ومعلمها تاريخ لمصر وتاريخ قديم جدا. شايفين هنا المباني؟ طبعا ده حجر جيري وده كان خشب، ده خشب. شايفين الخشب ده؟ طبعا الخشب ده كانوا بيعملوه علشان يمتص الصدمات، علشان الزلازل. الخشب ده يا جماعه كان على الطراز القديم من المعمار ومن المباني علشان الزلازل، ولان كان في هنا مكان القلعه كان في مبنى هنا والزلزال هدمه، كان في زلازل قبل كده وهدمت المبنى ده وبنوا مكانه القلعه دي، فكانوا حاطين الخشب ده عشان حفاظا على الجدران من الزلازل. يا مسهل يا رب، معانا يا رب، على الله كله. والشبابيك دي اخر الدنيا فوق عاملين اصغر. القلعه هنا قلعه قايتباي في اسكندريه 4 طوابق، احنا في الطابق الثاني. ودي طبعا كانت الشبابيك دي زي ما انتم شايفين كده، الشبابيك دي كانت مكان استطلاع الجنود، وكان طبعا الجنود بيقفوا هنا، يعني الجندي بيقف هنا مثلا في الشباك ده علشان استطلاع للبحر، بيبص في البحر. لو نزلنا كده البحر هناك، بس طبعا الاضاءه مش مبينه البحر، احنا ممكن نشوف البحر كده، يعني هو اللي بيقف هنا بيبقى شايف البحر. القاعات بتاعه الجنود، كان في 4 قاعات و4 ممرات هنا للجنود بيجتمعوا فيها مع القاده. طبعا القلعه دي كانت في قلعه تحتيها، في مبنى قديم للقلعه دي، وبنوا فوقيه بعد ما اتهدم من الزلازل، بنوا فوقيه القلعه الجديده اللي احنا فيها دلوقتي دي. وطبعا بعد الاشرف اللي هو السلطان الاشرف ابن قايتباي، جه نابليون بونابرت بالحمله الفرنسيه وهنا في مصر، وبدا يكمل معاه المسيره هنا في مصر ومن قلعه قايتباي في اسكندريه. وده طبعا ماكيت كده للمبنى القديم بتاع القلعه، اللي كانت عليه قبل ما تتهدم، اللي هو المكان اللي اتبنى عليه القلعه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. عاملين له تصميم كده اهو، الماكيت اهو عباره عن نموذج للتصميم الاصلي للقلعه، ويشمل المداخل الحقيقيه اللي كانت طبعا قبل تدميرها سنه 1882 على يد الاحتلال الانجليزي، ويشمل ايضا تفاصيل اخرى لم تعد موجوده حاليا. هو ده الماكيت للمبنى القديم، المداخل والمخارج والممرات والقاعات وكل حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.